كنا سألنا المرة اللي فاتت عن معنى البرزخ دينيا ومعنويا ولغويا، ومع الأسف مش كل متابعينا جاوبوا صح على السؤال، والنهاردة هنجاوب على السؤال في بداية الفيديو. البرزخ هو المعنى المتداول بالنسبة لنا إن هو الحياة ما بعد الموت إلى يوم القيامة، استنادا لقول الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سورة المؤمنون آية 100. ده معنى البرزخ المتداول للناس كلها، ولكن معناها اللغوي البرزخ هو الشيء المعنوي أو الخط الملموس اللي بيفصل بين بحرين أو بيفصل بين شيئين. وبرضو استنادا لقوله تعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كمان موجود يعني على رؤى العين في رأس البر التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، هتلاقي زي ما موضح في الصورة ان البحر المالح والنهر العازب الاتنين بيتقابلوا مع بعض، وما بيختلطش المية المالحة بالمية العذبة علميا، لان المية العذبة اكثر كثافة من المية المالحة. ولكن في القرآن مذكورة في سورة الرحمن نصا زي ما انا قلت لكم: مرج البحرين يلتقيان. البحرين، وعلى فكرة في بحرين تاني بيلتقيوا بنفس الصورة، ولكن الأقل ملوحة والأكثر ملوحة. بس أنا بقول لكم على المثل اللي موجود في مصر اللي أنا شفته بعيني. فمرج البحرين يلتقيان، بحر وبحر، بينهما برزخا لا يبغيان. البرزخ اللي هو الشيء المعنوي، الخط الفاصل ما بينهم، لا يبغيان يعني ما فيش حد بيدخل على التاني. دي معنى كلمة البرزخ. كمان البرزخ بيقال على الأرض اللي بتفصل بين بحرين، وبيبقى دخول البرزخ من بر من اتجاه واحد بس، بيبقى خط كده فاصل بين بحرين. لو لقيت الصورة هجيبها لكم، من الناحيتين بيبقى بحر، فالخط ده بيبقى اسمه برزخ. كده احنا وضحنا المعنى اللغوي لكلمة برزخ، والمعنى المعنوي لكلمة برزخ، وكمان المعنى ما وراء الموت إلى يوم يبعثون إن شاء الله. فكل يرى مكانه بعد الموت في النار أو في الجنة، والمؤمنون يلتقون والأحبة يلتقون. جعلنا الله من ملتقى أمي وأبي ووالدي وخالي إن شاء الله، ويجعلنهم من أهل الجنة بإذن الله تعالى، ويجعلهم من الصالحين. خلاص أنا كده جاوبت السؤال. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أحد المتابعات قالت لي في تعليق إن أنا بعلي صوتي في الفيديو علشان أبين إن أنا قوية. لا والله، أو إن أنا شخصيتي قوية، أو إن أنا مش ضعيفة. لا خالص، على فكرة أنا بعلي صوتي عشان أنا معرفش صوتي مسموع ليكوا ولا لأ، وعشان انا في اصوات ورايا، يعني في الشارع ورايا، فانا ببقى قلقانه ان صوت الشارع يبقى طاغي على صوتي. والمايك اللي معايا اللي انا بستخدمه مع الاسف صوته اضعف من صوت الموبايل، يعني الافضل ان انا اتكلم على الموبايل، فده اللي بيخليني اعلي صوتي في اللايف. ما بعليش صوتي علشان انا بقول لكم يا جماعه الصوت تمام، فبتقولوا لي تمام، فخلاص. عايزه اقول لكم كمان ان في المونتاج اللي انا بعمله في اوبشن بيعلي الصوت اكتر من العلو الطبيعي بتاعه، فطبعا بالتالي صوتي بيبقى عالي. انا اهم حاجه عندي واللي انا بس يعني الارشادات اللي انا بتبعها علشان الفيديو ينجح في اليوتيوب ان الصوت يبقى واضح والصوره تبقى واضحه، واكون على قد ما اقدر باصه للكاميرا، لان دايما فعلا ببص لشاشه الموبايل. فده انا عايزه الفيديو يطلع زي ما انا عايزه، فعلشان كده صوتي بيبقى عالي. بعتذر جدا لو صوتي عامل لكم ازعاج، وانا مش هقدر اوطيه، لان زي ما بقول لكم انا عايزه الصوت يكون واضح. نقطة تانية عايزة اقف عندها، ان في حد من المتابعين قال لي انت لابسة الدبلة دي دبلة ماما الله يرحمها وبابا حسن. كنت خدتها منها في المستشفى التمريض الدهاني، وبعد كده حصل شد وجذب عليها وحصل حوارات كتير عليها، ولكن في النهاية انا خدتها، والفضل كان اني اخدها بصراحة لابو اولادي علشان برضو اقول اللي حصل. والحمد لله هي معايا دلوقتي، والحمد لله هي دي اللي معايا من ريحة امي. تاني حاجة انا بضعها علشان خاطر انا عندي شغالة في منطقة شعبية، ومع الاسف يعني المنطقة مش تمام خالص، فانا اعلنت ان انا متزوجة علشان خاطر الناس تعرف. وطبعا الناس اللي من المنطقة بتشوف الفيديوهات بتاعتي هتعرف ان اللي انا بقوله
فيعني ان كان انا بقول اني متزوجه يعني. يلا بقى نبدا عشان ما اطولش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاعنا النهارده عن وفاه والدي طاهر الغزولي يوم 15/9/2023. ومع الاسف من اليوم ده وانا حياتي ملخبطه وما عنديش معلومه ليه حتى يومنا هذا. يمكن احسن حاجه حصلت في كل الاحداث دي ان انا فتحت القناه وبقيت معاكم وباخد الدعم من تعليقاتكم الايجابيه، وحاولت كتير قوي اطلع من اللي انا فيه، ولكن فعلا انا ما طلعتش من اللي انا فيه غير معاكم. وبجد اشكركم جدا جدا على كل دعمكم ليا. بدايه حكايه وفاه والدي، ودي تعتبر بالنسبه لي انا شخصيا اهم فيديو انا بعمله. يوم 15/9/2023 صحيت من النوم عادي عشان اروح الشغل، وده كان يوم سبت، ولقيت زوجة بابا متصله بيا 4 مرات. فبالتالي اتصلت بيها عشان اعرف في ايه واتخضيت. فلقيت ان رصيدي خلص. وليه بقول رصيدي خلص هنعرف دلوقتي مع الاحداث. ركزوا معايا عشان ما نتوهش من بعض، عشان من 2023 لغايه يومنا هذا يعتبر تزاحم كتير قوي للاحداث. فتعالوا نركز مع بعض عشان ما نتوهش من بعض. في اليوم ده اتصلت بيها، لقيت رصيدي خلص، رحت عامله اللي هو اتصال عنوته وكلمتها. قالت لي باباكي عنده برد جامد، فانا اديته علاج واديته كونترلوك 40 الصبح. فانا قلت لها كونترلوك 40 ده بتاع المعده. قالت لي عشان هو رجع. طب بابا كويس دلوقتي؟ قالت لي اتدفى ونام. طبعا يوم 15/9 ده مفترض ان هو اختلاف فصول، يعني نهايه صيف وبدايه شتاء. فانا كل اللي جه في بالي زي ما هي قالت ان هو عنده برد فعلا وتعبان. ونزلت شغلي عادي جدا، وطبعا ما حاولتش اتصل بيه مره تانية لان الصيدليه ما فيهاش شبكه اولا، ثانيا انا مش معايا رصيد، وعشان كده قلت لكم انا مش معايا رصيد. فالموضوع ما كانش بالنسبه لي ذو اهميه كبيره، بابا عنده برد عادي جدا. حتى جوه نفسي قلت ايه، طب ما الواحد بيجيله برد وبيتبهدل واكتر من كده بكتير، ما بيتصلش بالناس يقول لهم الا لو حاجه ارجنت او حاجه قويه. فسكت. اليوم ده انا كنت متفقه مع ابني ان احنا هنروح نشتري له كوتشي من مكان معين هو عارفه، معاه اللوكيشن بتاعه وعارف هنركب له ايه. فخلصت شغل يومي عادي جدا، وخلصت شغل وابني عدى عليا ورحنا ركبنا للمكان اللي المفروض هجيب له منه الكوتشي. والمكان ده فين؟ في النهضه. انا ما كنتش اعرف المكان فين ولا اعرف انه في النهضه. انا ركبت معاه ووداني اللي هو انا مسيره، وهو اللي مشاني الطريق، وفضلنا على اللوكيشن لغايه لما وصلنا للمكان واشترينا له الكوتشي. وهو كان اساسا شايف المحل اونلاين. انا عشان انا مش بحب اشتري حاجتي اونلاين، بحب اقيسه، بالذات طبعا لو كوتشي ان انا اروح معاه علشان نشتري الكوتشي. وخلاص راجعين بنركب وراجعين، كل ده انا اتصلت ببابا ولا حاولت اتصل بيه ولا في دماغي اي حاجه. واحنا راجعين في الميكروباص لقيت الطريق، بقول له احمد ده جدك ساكن قريب من هنا، انا الطريق ده عارفاه. وانا بقول له كده لقيت محطه عدلي منصور اللي احنا كنا بنقابل فيها بابا وبياخدنا على بيته على شمالي. فقلت له شفت جدك ايه؟ جدك عنده برد وتعبان، كنا عدينا عليه، بس انا والله ما اعرف ان ده المكان اللي جنب بابا، بيت بابا. وطبعا الناس اللي متابعاني عارفه ان بابا ساكن على طريق سريع، وانا عند محطه عدلي منصور ما بعرفش ارجع. وهقول لكم كمان فيما بعد اللي حصل، ان فعلا انا كان بابا بياخدني من محطه المترو يا الهايك ستيب يا عدلي منصور وبياخدنا على بيته. فانا المواصلات انا زي ما قلت لكم ال10 ايام اللي قعدتهم عنده كانت كارثه عشان هو على طريق سريع. فكبرت دماغي وقلت انا ايه، هكتفي بمكالمه تليفون. ومشيت ورحنا علشان خاطر نجيب حاجه تاني من شبرا. كان ابني عايز يشتري حاجه تاني من شبرا. فنزلنا شبرا برضو على لوكيشن رود الفرج. ولقيت وانا في المحل او المكان اللي انا بشتري لاحمد ابني منه الحاجه مكالمه من عمرو اخويا. فعمرو بيتصل بيا بيقول لي يا شيماء انت فين؟ قلت له انا بشتري حاجات لاحمد ابني. قال لي طب تعالي علشان ابوكي شكله خلاص. قلت له خلاص ايه؟ قال لي خلاص يعني توفى، مات. قلت له هو ده اللي مات؟ كلام جد. انا عندي متلازمه بتجيلي في وشي لما بكون متوتره، فمعلش بقى انا كل شويه هقطع، بس لا استحملوا بقى عشان مش كل شويه اقطع في الفيديو. فالمهم يعني قلت له لا ازاي يعني، هو ايه ده لا 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 لا، بابا ما ماتش،
هو انا لازم اجي؟ قال لي شيماء بقول لك ابوكي توفى. قلت له انت بتهزر. اللي هو انا مش مستوعبه، انا مش مستوعبه، يعني انا مخي مش مستوعب. كنت بوست منزلها على الفيس بيقول ان فعلا دي حقيقه بجد. العقل بيقف، اللي هو بتفضل واقف عامل كده في الشارع. انا كنت في الشارع واقفه عامله كده، فواقفه عماله ابص يمين وشمال، وعمال اعمل ايه؟ اروح فين؟ طب هروح له ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ ومحطه المترو بتاعت رود الفرج قدامي، لان احنا كنا رايحين زي ما بقول لكم شبرا. انا مش عارفه اركب ايه، ولا عارفه اعمل ايه، ولا عارفه اطلب ان درايف. انا واقفه في الشارع، واقفه اتلجمت. نفس حرفيا اللي حصل معايا مع امي لما شفت خط المستشفى ان هو خلاص القلب وقف، وانا دماغي وقفت ومش مترجمه على، يعني طبعا بفرق الحزن الكبير اللي كان على امي، ولكن الصدمه والتلجيمه والدماغ اللي وقفت حرفيا مش شغاله. انا دماغي مش شغاله. فلقيت نفسي بكلم بنتي بقول لها جدك بيقولوا مات، فاعمل ايه؟ قلت له يا ماما تركبي المترو وتروحي له. فبص كده لقيت محطه المترو قدامي. قلت له اه يا احمد يلا نركب المترو ونروح له. صحيح ركبت المترو وكلمت مراته بقول لها هو بابا مات بجد ولا انتوا بتضحكوا عليا؟ فلقيتها بتعيط وبتقول لي والله يا شيماء مات، والله مات، الدكتور جه وقال ان هو توفى خلاص. ما بقيت مش عارفه افكر حقيقي يعني. وبعدين والده ايمان اختي كلمتني بتقولي كده يا شيماء تعرفي ان ابوكي مات وما تقولناش؟ يا جماعه انا مش في دماغي حاجه، انا دماغي بايظه. طب انت نزلتي ولا لسه؟ قلت لها نزلت منين يا طنط؟ انا ما كنتش في البيت اصلا، انا كنت في شبرا. ما قلتيش من الصبح ان مراته كلمتك وقالت انه تعبان؟ يا جماعه ده برد، يعني انا هكلم مين اقول له ان هي ان بابا عنده برد؟ ما هو طبيعي ان هي كلمتني، اكيد كلمت عمرو اخويا، اكيد كلمت ايمان اختي، يعني هي اصلا هم اقرب لها مني لان هي تعرفهم قبل مني بكتير. مرات بابا متجوزه بابا من 12 سنه، فهي انا ما اعرفهمش غير في الوقت ده 15/9/23. كان بقالي 3 سنين و3 شهور، لان انا قابلتهم 28/6/2020، فهم اقرب لها، فانا توقعت ان هي كلمتهم هم الاول. بس رحت لغايه عدلي منصور. مش فاكره بصراحه قلت لمين يبعت لي اللوكيشن، لان انا ما اعرفش اوصل لبيت بابا غير بميكروباص، وهلف وهرجع تاني زي ما وصفت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. فطلبت ان درايف، مش هينفع غير ان درايف، وخدت اللوكيشن ورحت على اللوكيشن. وهو بيلف ان درايف اللوكيشن لف من ناحيه المكان اللي احنا اشترينا من عنده الكوتش، وطلع ان المكان اللي اشترينا من عنده الكوتش في ظهر الناحيه التانية. يعني هو بابا على طريق اسماعيليه، الناحيه التانية موازي ليها من الناحيه التانية اللي ورا مكان اللي هو اسمه النهضه، وانا معرفش. سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لما ربنا يكون رايد ان حد يلتقي بحد، انا كنت جنبه قبل ما يموت وكان قاعد، وعمرو بيقول انه كان بياكل، ان هو اكله، ان هو كان بيتكلم معاه، ولكن امر الله ان انا اكون جنبه في الوقت ده وهو قاعد مع عمرو. وعمرو راح له على فكره بالصدفه، يعني عمرو يعني بابا سبحان الله. عمرو كان بالصدفه في مدينه السلام، مدينه السلام دي برضو قريبه من العبور. عمرو كان في مدينه السلام واتصل ببابا وكان معاه اولاده، فقال لبابا انه يجيب الولاد ويقابل بابا ويشوفه. فطلع والولاد شافوا بابا، احفاده للمره الاخيره، يعني اخر احفاد بابا شافهم كانوا ولاد عمرو، علشان ربنا رايد كده، نفسه طلبت كده. ما كانش ليا نصيب ان انا اشوفه. رحت بين لايف، انا رايحه اقسم بالله رايحه انه عايش. الكلام ده كلام هما بيهزروا، هما ماتش ولا حاجه، هما اصلا مش عارفين، هما بيقولوا لي كده وخلاص، بيخضوني. يعني هو ده اللي في مخي واللي في بالي. وصلت نفس فتحة حضن عمرو في موت خالي، اول ما مد ايده وفتح لي دراعه، لقيت نفسي دخلت جوه برضو حضن عمرو وبعيط بهستيريا، وبقول له لا هو ما ماتش، هو مات، تعالي ادخلي شوفيه. انا ما كنتش قادره في الاول، رجلي ما كانتش شايلاني، وما كنتش قادره اشوف بابا خالص، ما كنتش مستوعبه ان انا هشوف بابا متوفي. لا بابا لسه كان من قبلها بكام يوم قال لي يلا بقى عزلي بسرعه علشان خاطر اجيلك وازورك في بيتك الجديد. الحكايه خلصت من قبل ما تبتدي.
انا جوايا كده، انا ملحقتش اقعد معاه، ملحقتش اشوفه، ملحقتش اعرفه، ملحقتش اعاتبه، ملحقتش اتكلم معاه. كان في حاجات كتير قوي عايزه اقولها، احاسيس كده متضاربه وملخبطه، وحاجات صعبه كتير قوي حصلت لي جوايا ومش قادره ادخل اشوفه. لقيت عمرو بيعرفني بعمتي صغيره لاول مره في حياتي كنت اشوفها هي وجوزها. وبالمناسبه انا نسيت اقول لكم ان في الفيديوهات اللي فاتت كنت منزله فيديو عن حادثه بابا في شهر 9 22، كان قبل موضوع وفاته بسنه بالظبط. كنت يومها رايحه ازوره، وانا رايحه ازوره كان بيقول لي، لقيت بابا بيتصل بيا بيقول لي خلي بالك عمتك جايه قدامك اهي، وانا واقفه في مدخل العماره معرفش مين عمتي، وكانت دي اول مره اشوف عمتي فيها، ما كنتش شفتها قبل كده. وبعدها شفت عمتي مره واحده تاني، يعني انا شفت عمتي الكبيره مرتين عند بابا، في المرتين كنا عند بابا. وبعد كده يوم وفاه بابا شفت عمتي الصغيره. وطبعا شيء محزن جدا كمان ان انا اعرف عمتي يوم وفاه ابويا، ومحزن اكتر ان انا المره الوحيده اللي انا وايمان وعمرو نتجمع فيها عند بابا في بيته كان يوم وفاته برضو. دايما كنت يا انا يا عمرو، يا انا وايمان، يا عمرو وايمان، مفيش مره احنا الثلاثه اتجمعنا فيهم. حتى اليوم اللي انا شفت خالد اخويا الصغير فيه واتجمعنا فيه عند بابا كنت انا وعمرو وخالد، كانت ايمان في تركيا لسه. فبابا توفى، وده كان بالليل. كنت انا طبعا بالصدفه طبعا برضو البحته ان ابني معايا، لما بقول لكم كان بيشتري هدوم، وبنتي كانت لوحدها في البيت، كل شويه تقول لي يا ماما طب اجيلكوا، يا ماما طب اجيلكوا، لا انا مش عارفه حاجه، انا مش عارفه حاجه. فابو الولاد كلم البنت وقال لها انت قاعده في البيت لوحدك؟ قالت له اه. لا طب روحي باتي عند عمك. قالت له لا انا عايزه اروح لماما. فطبعا على ما تيجي من مايو للعبور فيها 3 ساعات، فقال لها طب اركبي المترو وانزلي محطه معينه اللي فيها ساكن اخته، وابن اخته هياخدك بالعربيه ويوديكي، يبقى خليهم يبعتوا لك اللوكيشن. وفعلا على ما البنت وصلت اصلا البيت عند بابا كانت بقت الساعه 1:30 بالليل. كانت ايمان جت. ايمان كانت منهاره جدا، انا كنت متماسكه شويه، طبعا كان عندي 3 حالات قبلها ومن اعز الناس، وكنت قادره اتماسك، وعمرو كان متماسك، ايمان كانت منهاره. وللعلم بابا كان بيعشق ايمان، يعني ايمان كانت اقرب واحده لقلبه من اولاده، فاكيد هي كانت حاسه بده، وكانت نفسيتها تعبانه جدا وصعبه. وجوزها كان معاها. ولقيت مفاجاه عظيمه جدا، ان الناس بابا نايم، بابا ما اتدفنش، قالوا هندفن الصبح اللي هو يوم 16/9/2023 اللي هو يوم الحد. فبابا اتدفن يوم الحد 2023 16/9. اول حاجه لقيتها ان هما بيتكلموا ان هما يدفنوا بابا مع عيله مراته، هي اللي طلبت ده. فبما اننا احنا كلنا تايهين وما عندناش ادنى مانع عادي فوافقنا. وبعدها لقينا عمتي الكبيره بتقول يا جماعه ما ينفعش، لازم يدفن في مدافن العيله. فانا كنت بره القصه دي خالص، انا بره الدنيا دي خالص. انا كل قصتي ان بابا ما بقاش موجود، اخر حاجه كبيره ليا ارجع لها، حتى لو هو بعيد عني، حتى لو مش بنتقابل كتير، حتى لو صعب اروح له، في تليفون، في واتساب، في ماسنجر، في كذا ابلكيشن اقدر اتواصل معاه فيه. اي نعم انا ما كانش ليا في الفيديو كول، بس كنا بنتكلم، على الاقل كنا بنتكلم. لا الحكايه خلصت قبل ما تبتدي، انا كل مخي بيترجم كده، الحكايه خلصت قبل ما تبتدي، انا لسه عارفاك من 3 سنين، انت ليه مشيت؟ استغفر الله العظيم، يعني الاعمار بيد الله. وبعدين جدتي امه ميته 86 سنه، جدي اللي هو والده 87 سنه، فانا دماغي ان الناس العيله دي معمره. اي نعم كانت دعوانا في الدنيا ربنا لا تردنا الى اراذل العمر وانت ارحم الراحمين، انا بدعيها وامي قبلي وبابا حسن وخالي كلنا كنا بندعي الدعوه دي، بس عيله بابا انا عارفه ان هي معمره، يعني بيقعدوا وقت، فاللي هو لا بابا استغفر الله العظيم لسه بدري. فالمهم اللي حصل ان انا لقيت الكلام على الدفن، وكلام بقى اعظم من كده، الناس بتكلمني ان انا هاخد معاش والدي. ايه انتوا في ايه؟ حتى انا حاسه هو بابا مات النهارده دلوقتي ولا ميت بقاله اسبوع؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ اتفاجئت.
ان طبعا نزلت بوست على الفيس، اتفاجئت ان طبعا فعلا الصديق وقت الضيق. اتفاجئت ان في واحده انا مش مسامحاها واقتصت منها يوم الدين، من الناس اللي انا كنت بعرفها، بعتالي على الواتساب بتقول لي يا بنت المحظوظه تلاقيكي هتورثي قد كده قبل البقاء لله. فاتفاجئت بحد تاني بيقول لي هو انا اقول لك البقاء لله ولا انت مش زعلانه؟ اتفاجئت بدون ذكر طبعا مين، حد من اهلي بيقول لي سامحي ابوكي، بالله عليكي لا تسامحيه. هو انا باينه وحشه قوي كده يا جماعه؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي فكرتوا في معاش، او ان انا هفكر في معاش؟ ازاي فكرتوا في كل ده؟ ازاي بتعدوا المراحل دي؟ ازاي؟ بقيت قاعده مستغربه مندهشه. مش فاكره انا كنت برد بقول ايه. طبعا صاحبتي دي خلاص انا قطعت علاقتي بيها من يومها. حتى كان في جروب على الواتساب ما بيننا وما بينهم، انا طلعت منه، والادمن بتاعت الجروب دخلت قالت لي يا بنتي مالكيش دعوه بيها، انت معانا في الجروب زي ما انت. فانا يعني كنت حابه ان انا اقطع علاقتي بيها تماما يعني. ايا كان يا جماعه الاب عمل ايه مع اولاده، فاحنا مطالبين بالبر، احنا مجبرين على البر. في كان حوار سمعته، معرفش ده حديث ولا ايه، اللي كان بيقول ايتجادل المرء مع ابويه؟ فرد عليه احد الصحابه، احد الحكماء، والرسول عليه الصلاه والسلام، انا فعلا مش عارفه المصدر بس انا قريته اكتر من مره، رد عليه وقال له ولا معنى عليهما، يعني ولا جزمتهما، يعني ما يتجادلش المرء مع ابوه وامه ولا مع جزمتهم. فاهمين ازاي؟ الجدال مع الاب او الام وان كنت على حق فهو عقوق. انتوا متخيلين ان الشرك بالله من الكبائر جه وراه عقوق الوالدين؟ متخيلين الربط؟ الشرك بالله اعظم حاجه ممكن الانسان يعملها. ربنا ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك بالله وعقوق الوالدين. بعدها طبعا مش عقوق الوالدين ليه توبه وليه مغفره وليه انك ترضي والديك وانك تعملهم كويس وتبرهم، بس دي جت ورا دي، يعني دي جت ملتزمه بدي. ف انا مش قادره استوعب الناس اللي بتفكر كده. قول الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما. الحاله الوحيده، صدق الله العظيم، الحاله الوحيده اللي لا نطيع فيها الابوين لو جاهداك على ان تشرك بي ما ليس، ده ربنا اللي قال ما ليس لك به علما فلا تطعهما، سورة لقمان. سيدنا إبراهيم أبوه آزر رماه في النار، ربنا سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما سيدنا إبراهيم وقف قدام أبوه آزر قال سأستغفرن لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني ولا جادله ولا زعق له ولا قال له انت كافر انت، لا معلش يعني. يعني يا جماعه ابويا ده او والدي ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه، زعلانه طبعا ان انا ما كنتش معاه فتره كبيره من حياتي، زعلانه ان انا ما عرفتوش من زمان، انما مش معنى كده ان انا ابقى مش مسامحاه او ان انا افكر في حاجه. يعني يا ريت يكون ناس اللي مش عارفه تسامح اهلها او مش عارفه تسامح امها او ابوها لانهم اذوهم بطريقه او باخرى يسمعوا الفيديو ده ويقتدوا بيه، لان انا فعلا مش شايفه اي سبب في الدنيا يخليني ازعل من ابويا وامي، هم سبب وجودي في الحياه، وربنا سبحانه وتعالى امرني ببرهم، واهم حاجه امر الله تعالى، لان احنا مش بنشتغل على الدنيا دي دار اختبار ومش حياتنا الابديه، ومفترض ان احنا نكون فيها عند حسن ظن الله سبحانه وتعالى ونعبده
ونحاول على قد ما نقدر نجتهد ان احنا نكون مأوانا الجنة بإذن الله تعالى، والمأوى غير المثوى. وده سؤالنا النهاردة، الفرق بين المأوى والمثوى. وبكده انا الفيديو بتاعي النهاردة يكون خلص. استنونا في الجزء الثاني بعد ما بابا توفى، واشوفكم على خير بإذن الله تعالى في رعاية الله وحفظه وأمنه. النهاردة كانت معلومة هو خفيفة، وكمان حكاية خفيفة. الناس اللي قالت لي بلاش المعلومات كلها طبية، اديني بقول معلومات صغننة اهو في النص. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.